عسلامة الناس الكل، شنحويلكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم جبت لكم وصفة سهلة وبنينة كالعادة نعديو بها قهوة الصباح ولا قهوة العشية وإلا جوتي صغار اللي هي البالمي. سهلة وبالكونتيتي اللي باش نعملها باش تطيح لي 140 كعبة بالمي. الطريقة سهلة، جوست تبعوا الطريقة بالضبط كيما عملتها انا تجيكم بنينة وكيما اللي تتباع البرا. اول حاجة باش نستحق قرطل فرينة اكاهو. وبالنسبة للزيت، زيت نباتي خذيت حكاية 3 مغارف كبار زيت متاع ماكلة، نص كيس كيما نقولوا نص كيس صغير، ورشة ملح حكاية بالجراماج 10 جرامات اكاهو. باش نحط العجينة تخدم، باش نحطها نيفو معناتها كيما نقولوا عبارة باش نبثبثوه بيدينا، وباش نزيد الماء يكون دافي شويه ماهوش سخون ماهوش بارد جمله، ونبدا نزيد في الماء ونخليها تعجن. بالنسبه للعجينه نفس الطريقه كيف اللي باليد نعجنوها بنفس الطريقه، نزيدو كل مره شويه ماء، وكيما ريتو التكستور نتاعها تجي ماهيش يابسه برشا وماهيش مرخوفه برشا، تجي التكستور نتاع العجينه شاده روحها باهيه باش نجمو من بعد نحلوها في وسط الزبده. بالنسبة للزبدة خذيت الزبدة النوع متاعها متاع بات فيوتي، معناتها زبدة متاع فيوتاج، ما اذيا جولدينا نورمالمون. تاخو قد ما تحب انتي، معناتها هو الباكو فيه 2 كيلو ونص، انا خذيت جوست 250 جرام. ارتل فرينة استحقيت عليه 250 جرام. جربتها الحقيقة اول مرة عجبتني بنينة وتعمل فيوتاج للبات طيارة على الاخر. كيما تراو فيها حليتها في وسط البابي نتاعها، معناتها السمك نتاعها حكاية 1 سنتيمتر، حليتها فورم كاري هكاكا، ومن بعديك خليتها على شيرة وجبت العجينة متاعي. بعد ما ارتاحت لو طون انا حليت فيه الزبدة متاعي، حطيت العجينة بالطبيعة نفرشو شوية فيلينا من اللوطة باش ما تلصقنيش في البلان دو ترافاي، ونحلوها على كبر معناتها على قد ما نجمو. المهم تكون معناتها خشينة شوية، ماهيش خشينة ماهيش جويدة. معناتها السمك متاعها حكاية 1 سنتيمتر، تطراو كيفاش عبارة تحلو في بات متاع بيتزا، نحلوها هكاكا. هذه طريقة مهمة جدا بالحق، يلزمكم تعملوها كيف هكا بالضبط، سينو راهي ما تجيش بات فيتي ناجحة. نحلوها كيما وريتكم هكاكا، ومن بعديك باش ناخو الزبدة الفورم هذيكا وباش نحطوها على شيرة، تنجموا تحطوها في الوسط وإلا على شيرة على جنب، المهم تكون مسكر عليها البات كومبليتمون باش نجموا بعديك نحلوها وما تخرجش الزبدة على برا. توا باش نكمل نسكرها بالكتاي وباش نزيد نرش شويه فرينه كالعاده، ديما نرش الفرينه باش ما تلصقش البات. وتوا باش نعاود نحلها اكثر من الاول. كيما من الاول حليتها هكا شويه، تو باش نزيد نحلها اكثر، معناتها باش تزيد تتحل معايا اكثر. بالنسبه للفقاعات هذوكم نتاع الهواء اللي في وسط العجينه عملتهم كيما تراو بالكوردون، ومن بعديك كملت حليت البات نتاعي لين تحصلت على ورقه كبيره معناتها فورم كاري. نحاولوا باش نفورميوها معناتها في الفورم هذاك باش نجموا من بعد نتحكموا فيها وباش تجيني القصه معناتها مريقله ومزيانه ومرتوبه. توا هذه ترتيحه الاولى باش نثنيوها كيما تراو الطريقه هذيك بالضبط نفسها، ومن بعد نعاودوا نحلوها وباش نعاودوا نحلوها من بعد باش نعاود باش نرتاحها. بالنسبه للطريقه هذه مهمة ياسر بالحق باش تطلع لكم بات فيتي ناجحة، تنجموا تعملوا بها بالمية، تنجموا تعملوا بها باتي، تنجموا تدوروها كرواسون سالي باكزامبل، معناتها تنجموا تتحكموا فيها في كل شيء، تنجموا تعملوا بها دي غوسيت معناتها طيارة على الاخر. وتوا كيما تراو فيها نعاود نثنيها بالطريقة هذه وباش نحلها بالقلقال باش تلصق في بعضها معناتها البات الفوقانية واللوطانية، ونعاود نرجع عليها البات الاخرى كيما الفورمة اللي عملناها من الاول بالضبط فورم هكية. وتوا باش نخليها ترتاح على شيرة حكاية 10 دقائق 15 دقيقة. وتوا بعد ما ارتاحت كيف العادة باش نعاود هذه الترتيحة الاولى، باش نعاود ناخد شوية فرينة نفرش في البلان دو ترافاي باش ما تلصقش، ونعاود نحلها على كبر الرخامة
المهم لازم تكون ماهيش جويدة برشا ورقة اللي تتقطع، وماهيش خشينة، تكون معناتها هكايا السمك متاعها حكاية 1 سنتيمتر أقل شوية، وكيف كيف نقعدوا نحلو فيها هكاكا. بالنسبة للترتيحة متاعها باش نرتحوها حكاية 3 مرات. هذيك الطريقة اللي باش نتحصلوا عليها على بات فويتي تكون ناجحة 100%، كما ناخذوها من برا من لي باتيسري ونكملوا نحلوها كما تراو هكايا. وتوا باش نعاود نتويها على سنين كما المرة الأولى بالكل. وتوا باش نزيد نعاود كيف كيف نرتاحها مرة أخرى. بالنسبة للترتيحة ديما بين كل مرة تحوها لازمها 10 دقائق وإلا 15 دقيقة تخليها. لازمها هذه حاجة اوبليغاتوار، لازمها تقعد ترتاح بالكدا باش من بعديك البات تكون سوبل معانا وتتحل معناتها بطريقة سهلة، وما تكونش معناتها هكايا اللي تبدا يابسه كما نقولوا، تبدا هكايا ماهيش سوبل معانا فوالا. وهذه اخر مره كملت رتحتها 10 دقائق هكاكا. حكيت بين 10 دقائق الحقيقه مانيش شايده الوقت، بين 10 دقائق 15 دقيقه، وعاودت كالعاده حليناها بالطريقه هذه. لازمها تكون فورم معناتها كاري والا مستطيل ولا اللي هو نعاودوا نحلوها. بالنسبه هذه اخر مره معناتها باش نعملها بالطريقه هذه، وباش رتحوها اخر مره 3 مرات نرتحوها باش من بعد نتحصلوا على بات فويتي. نجمو نعملو بها بالمي، عنا برشا حاجات نجمو نعملو بها بالمي، نجمو نعملو بها البات متاع الميلفوي زاده. بالحق هذه هي بيدها يعملوا بها كل شيء في لي باتيسري. بات فويتي نعملوا بها باتي بالمي كما قلت لكم ميلفوي. نجمو ندوروها شو اسمها كرواسون سالي بنينه على الاخر، سورتو في رمضان بالحق نستحقوها على الاخر. توا من بعد ما رتحتها اخر مره كما قلت لكم، توا باش نجبد شويه سكر، الكونتيتي اللي تنجموا معناتها تحطوا السكر، خاطر هي ديجا ما فيهش سكر بالكل. نحطوا من اللوطه ومن الفوق ونكملوا نحلوها بنفس الطريقه كالعاده. تكون توا السمك متاعها يكون 1 سنتيمتر مش اقل، باش نجموا نتحصلوا على كعبه البالمي تكون باهيه ماهيش خشينه برشا وماهيش جويده برشا. لازمنا نحلوها كما تراو فيها الطريقه هذه، وديما نزيدوا السكر باش تجينا من برا مقرمشه هكايا كما نقولوا كلي تجي يابسه من برا وكروستيون معناتها تبدا بنينه كيما ما نعرفش كيفاش نوصفها لكم. المهم كيما ناخذوها من برا البالميه هذيك. الحاسيلو بعد ما حليتها هكايا توا باش نجيب السكينه تكون ماضيه بالكدا. سينو كان عندكم هذاك اللي يقص البيتزا رولو، هذاك اللي يقص البيتزا طياره على الاخر سوب معناتها يسهل لكم في عمليه القصان بالكدا. ومن بعد باش نقصها على 2 كما تراو هكايا، وكل ترانش كما تراو فيها باش نقصها دي بوند. البوند حكاية صباع هكاكا 1 سنتيمتر، كيف نقص البونديت هكاكا على طول البات. نكمل نقصهم الكل، ومن بعديك باش نجي نقصهم على الشطر الثاني. انتوما والطول اللي تحبوا عليه، تحبوها تكون قصيرة متوسطة والا تكون طويلة شوية. انا عملتها حكاية 4 صويبة هكاكا الطول متاعها، على خاطر من بعديك كيما تراو فيها جبت الطبق وباش نحلها هكا شوية بيدي ونثنيها هكاكا بالطريقة هذيك ونصففهم في وسط البلاتو. بالنسبة للكونتيتي هذه عملت لي 140 كعبة، استحقيت 4 أطبقة وإلا هي ظهر لي 5 أطبقة عملت الكل في الكل. سخنت الفور على 180 درجة، نخليوها تيب حتى لين نحسوها هكا يدوري شوية وكها ونخرجوها. ان شاء الله تكون عجبتكم الريسيت، ان شاء الله تعجبكم. هذه ريسيت طيرة على الاخر وتعمل كونتيتي باهية، نستحقوها سهرية رمضان، فطور الصباح، الجوتي، كل شيء، والناس الكل تحبها. توا خليكم باي باي بسلامة.